ودلوقتي كوليكشن مصري مع محمود صدام وريهام جودة على راديو عامر. يا ساتر، ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ عشان بس اللي كاشف راسه يغطيه. بعدين اسكتي انت خالص. انت مين انت وايه اللي جابك هنا؟ انا ريهام حوده صديقي. ايوه ريهام مين يعني؟ وفين اسماء؟ راحت اعاره. بتهزري؟ فين اسماء بجد يا بنتي؟ وحياتك والله اعرف، هم اللي قالوا لي تعالي فروحت جايه. هو انت اي حد يقول لك روحي تسمعي كلامه؟ مش هروح. طيب مالها ريهام يا اخوي؟ انا هستحملك بس عشان خاطر المستمعين، وانتم معلش كمان استحملوها عشان خاطري. ومعلش لظروف خارجه عن ارادتنا بقى زميلتي اسماء محمد مش تقدر تكمل البرنامج، وللاسف الشديد اللي اسمها ريهام دي اللي انا معرفهاش اصلا هي اللي هتسجله. انا مش عارفني. انا مش هرد عليكي واسكتي خالص. مستمعين ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الحلقه اللي فاتت. وانا كمان وحشوني. اسكتي انت خالص. سكت اهو. النهارده هيكون معاكم محمود صدام وللاسف الشديد ريهام جوده اللي معرفهاش اصلا، وحلقه جديده من برنامج كوليكشن مصر. ريهام ازيك؟ الحمد لله تمام يا محمود، انت ازاي؟ انا تمام الحمد لله، مع اني كارهك اصلا. يلا ليه يا عم بس؟ انا والله مستحميه قبل ما مش هتفهمني بقى محمود اللي انت دخلت علينا قلته ده يا ساتر ودستور يا سيادنا والكلام ده؟ طب افهمك ازاي طيب وانت مش بتفهمي حاجه اصلا؟ يا عم بفهم والله، طب جربني بس. طب عموما هفهمك وامري لله. حلقتنا النهارده يا ستي هتبقى عن الامثله المصريه الشعبيه والعادات والتقاليد والعفاريت، وطبعا زي ما قلنا ان برنامجنا بنتكلم فيه عن اهم المواقف والمميزات النادره للشعب المصري، واحنا مميزين بالامثال دي ولا يا ريهام؟ انا كده فهمت. طبعا يا محمود حلقتنا اللي فاتت كنا بنتكلم عن الطفوله المشرده، وهي فعلا كانت مشرده، بس احنا دمنا ما كانش خفيف بس واحنا صغيرين، لا احنا دمنا خفيف على طول. وكمان بفتخر اني مصريه، ولما بروح اي دوله تانية ببقى فخوره بكده، وانا عارفه اني مميزه بمواقفي وعاداتي وتقاليدي، وكمان خفه دم، بحب احط التاتش بتاعي يعني. التاتش بتاعك؟ يا ريتني ما سالتك اصلا. وبعدين زي ما قلت لك اسكتي انت خالص، مش عاوز اسمع صوتك. الموضوع كبير يعني، وانت اصلا ما تفهميش حاجه. طيب بس هنتكلم فيه لما نطلع فاصل ونرجع تاني. سمعونا ايه بقى؟ يا بنتي اسكتي خالص اهو. سمعينا نرمين اغنيه انت مصر للست نانسي. ايوه باين النور. يلا بينا نسمع. لو سألتك انت مصري قولي ايه؟ قولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليك. لو سألتك انت مصري تقولي ايه؟ قولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليك. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري، بسماري ولوني مصري. أنا مصري وأبويا مصري، وبخفة دمي مصري. وكل مصر الله عليك، وكل مصر الله عليك، وكل
ورجعنا لكم بعد الفاصل، ويلا بقى خليها عليا وهعرف ريهام اللي انا معرفهاش اصلا موضوع حلقتنا ايه، وهفهمها عشان خاطر المستمعين بس. طبعا كلنا بنلاقي فيه كلام وامثال معينه بتتقال من الناس، وبنطلع احنا كمان نقولها، ومعظمها تبقى خرافات. بنيجي نسال طب الكلمه دي معناها ايه، فهم يردوا ويقولوا هم اللي قالوا كده. اللي قولي لي يا ريهام، هو مين دول اللي بيقولوا؟ وحياتك يا اخويا ما اعرفهم، انا هموت واعرف هم مين دول، بس وحياتك يا جدع اول ما تعرف هم مين بقول يا جدع. مش عارف ايه، كملي يا ريهام. لغوش ما علينا. كملي. ده كمان الناس اللي قبلنا يا محمود، يعني اجدادنا بقى واجداد اجدادنا، من بساطتهم كانت اي حاجه تحصل ومش لاقيين ليها تفسير هم يفسروها على مزاجهم، والكلمه طبعا بتتقال وتتنقل وتفضل موجوده اجيال ورا اجيال. هنعيش على حلمنا. ايه اللي انت بتقوله ده صوت. افتكرت الاغنيه بصراحه وكانت مؤثره قوي قوي قوي. وزي ما احنا عارفين يا محمود ان الامثال مش بيكون فيها نقاش، لان زمان كانوا بيقولوا مثل من خلال تجربتهم لموقف معين. طب ايه هي اشهر الامثال دي يا ريهام؟ معرفش، مش انت قلت هتفهمني والناس شاهدين علينا اهو. طيب مع اني كارهك اصلا بس هقولك، خدي عندك يا ستي، اللي اختشوا ماتوا، واللي ما يعرفش يقول عدس، واخد ابن خالي واتنشر عليه بشالي، وسيبوكم من المثل ده خالص. انا بقول كده برضو، انا اصل ابن خالي صغير ومش عارف اطلع منه بمصلحه بصراحه. عارف بقى لما بيكون في حد بيفتي بقى كده في موضوع، وايه بقى تيتا كانت بتحل الموضوع تقول ايه؟ لا ما اعرفش تيتا الصراحه، وما تعرفيني عليها. وانت مالك بستش يا جدع الله. كانت بتقول لك ايه طيب؟ كانت بتقول حكم، كانت تقول لك ادي الجمل وادي الجمال. ايوه بقى يا جمل، قصدي يا تيتا. ما تتلمي ياض. ياض. استحملوها معلش. احكي لك بقى موقف حصل معايا وانا صغيره. تمام. مش وانا صغيره قوي يعني. اخلاصي. مره كنت بقول لبابا انا جبت تقدير جيد في ماده في الكليه. فبابا بيقول لي لا مش مصدقك بنتي انا تجيب جيد، ده انت فاشله. فبقول له والله يا بابا والنعمه. فتيتا راحت رد عليا قالت له بالراحه عليها يا اخويا، قومي يا بت هاتي الشهاده وريها له وخليه يصدق، وعلى راي المثل ادي الجمل وادي الجمال. ايوه بقى يا تيتا يا عقله، واكيد انت طبعا كنت فاشله وبتحط نفسك في مواقف بايخه. لازم تشردني يعني؟ طب بقول لك ايه، ما كانتش بقى بتقول لك العجله من الشيطان لما كانت بتلاقيكي مستعجله كده يا ريهام، وانت بصراحه مستعجله قوي. مستعجله خالص. يا بنتي الناس هتفهمنا غلط. لا احنا محترمين على فكره. ماشي. تيتا كانت دايما تقول كده لما تلاقي حد بقى عندنا في البيت عمال رايح جاي بسرعه بتقول له يا ابني بالراحه يا ابني، ده العجله من الشيطان محمود. عارف انت المثل بتاعت مسكن لحد ما تمكن بتاع الناس السوسه ده؟ سوسه. سوسه واخده بالك انت؟ قصدك ايه يعني؟ مش فاهم ولا حاجه يا رورو، بضحك معاكي. طيب بمناسبه السوسه، كنت حكيتي لي موقف كده يا ريهام لما كنت بتتخانقي انت وولاء بتاعت البحشي، فاكره؟ يا لهوي ده انت فضحتنا وشردت العين. طبعا فكرتك بالبلاوه اللي كنت بتعمليها. يا سلام يا جدع، ده انا كنت بديها العلقه التمام من هنا واخرج اشتكي لبابا. بابا الحقني. ماما تروح ماما رد عليا تقول لي ايه بقى؟ على راي المثل ضربني وبكى وسبقني واشتكى. يا شريره، انت قلبك قاسي قوي انت مش بتحسي كده وكده. راجع عاوز صاحبك عني. امثال المصريين يا محمود مش بتخلص، والناس الكبيره اللي بتقول الامثال دي بتبقى ناس فعلا خدت الحكمه من الحياه وتجاربها، وبتقدر توصلها باسلوب عفوي وطريقه سهله. الناس البركه دول ايامهم كانت حلوه بجد. ما تيجي نطلع فاصل يا ريهام، ولا انت ايه رايك؟ بعد ما سمعتوني نانسي انا شاكه فيكم بصراحه. بص بقى يا عم، انا عايزه اسمع اغنيه جدعان طيبين، ينفع ولا مش ينفع؟ عشان خاطر ريهام اللي كان انا، يلا بينا نسمع اغنيه جدعان طيبين. Yo expect the unexpected nigga. خور 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 يا ولا خور 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 واسمع يا ولا. Yeah baby yeah. Yo جدعان طيبين وبقلب ابيض كبير، كلمات غريبة عني ما بسمعهاش كتير، يمكن صدفتني مرة في فيلم قديم كتير، او حتى في يوم قريتها في ميكي او سمير. كلمات طلعت مهمة خلتني شخص غير، كانت حياتي فاضية جويتي في المطير، وطوك على الفيسبوك تفاهة I don't care. عمري كان لي هدف بس جبت اهداف كتير، في كمون جلبين والجيمز ادريادو. فين الرباية فين؟ لا ربيت شعري كبير. حددت ايه في حياتك؟ دعني فقط لا غير. فجأة حلقت لي الدنيا تقول وانا اللي ما بكتش عمري من وقت ما قلت عشت ايام مش في بالك زي الجحش في السباق. عشت عيشة صعبة ناشفة، عيشة خلت خلقي ده. اتبهدلت اتعذبت قالوا عني خلاص حموت، اتهزقت واستحملت برضو انا شاب بيموت. قد ما عشت وسط سلة وقفوا جنبي بدون شروط، طلعوا ناس كده من اللي هي دغري دي في قلبك تفوت، وقلوبهم بيضة الصف يا حقيقي.
ونفوسهم برضو اغلى من الذهب ومن الياقوت، مليانه حسن نيه وكرامه بدون حدود، ومحبه من اللي هي بتعمر البيوت، بتعمر البيوت. مولود في قلب حارة أو كنت ابن وزير، لو لابس دبلة فلسو أو خاتم سوليتير، لو تشرب معدنية أو جنب بيت كوزير، تمشي في نادي الجزيرة بنبلة دورك الخطير، أو هي بوجتلية بأنواع حمام جديد، زاجي لو كان مراسلة شقلة باصي اللي بيطير، كركندي عبسي مصري وكشك وطراطير، بتقصد كل حاجة أو كان كشك وطير، بتضرب كرسي ديكا وهرمونات كتير، أو منفض الرياضة كروسات وصراصير، لو تاكل توست ماركة أغلى من دستة فطير، أو تاكل المدعم في طابور ملوش وزير، لو أبيض شقلف أو أسود فحم كتير، لو أقرع زلطة أو شعر أفرو غزير، عندك عربية كرو أو عربية بشوفير، لو كنت بتحكي عربي أو تحكي لغات كتير، بتسمع بند غربي أو طبل وزمامير، لو كنت ده أو ده وفي لحظة أنا فيها فين، دي أهم حاجة فيك وبقولها every way تكونوا. يعني المهم قلبك يكون عمران بخير، وتساعد اللي جنبك غني كان او فقير، وتوريهم جدعنتك واصلك الكبير، ده الجدعنة يا ابني كلمة شاملة حاجات كتير. شاملة ايه؟ يا طرش قلت حاجات كتير. ورجعنا تاني بعد ما سمعنا مكي، وهنتكلم مع بعض بقى عن التكاريف والحاجات المشعوذة والعفاريت بتوعنا. استر يا رب. ايه السيرة دي يا محمود؟ سلام قولا من رب رحيم. استني بس، هو انت لسه شفتي حاجة؟ خدي عندك بقى شوية امثلة للخرافات والخزعبلات، وبعد كده نخش على العفاريت. رش المية عداوة. ده على كده اللي اخترع مسدسات المية واحد اسرائيلي. ولا بقى دلق القهوة خير؟ يا خرابي، ده لما بتدلق مني وبتبهدلني وبتجيبني من شعري، خير مين يا عم؟ طب وانت ما عندكيش امثلة؟ لا احنا جامدين قوي. طب استنى هقولك. عارف انت بقى لو لقيت جزمة ولا شبشب مقلوب يقولك اعدله. ليه بقى يا اخويا؟ اصله بيجيب النكد. والله حتى لو معدول هيجيب النكد برضه، ما تقلقوش يعني. فقريين. ولا استنى بقى، انا هقول لك حبه حلوين. قولي. ما تفتحش وتقفل في المقص في الهوا عشان بيجيب الفقر. عارفه الحلقه انا بحلق عنده عاطف. انت عارفاه؟ اه. معاه عربيتين بي ام وداخل في العربيه الثالثه. الصلاه على النبي. يا معلم بقى، لو عصفوره عملتها عليك ايوه ابشر. هي العصفوره هتعمل ايه يعني لا مؤاخذه؟ بيبي يعني. اذا كان كده ماشي. انت هتتكسي قريب يا معلم. ليه، هو كان بيبي دهب ولا ايه؟ ولا هتكونش عصفوره علاء الدين؟ انا اعرف. طب بقول لك ايه، قولي. لو انت وصاحبتك قلتوا نفس حاجه في نفس الوقت، ليه تمسكوا حاجه حمراء؟ عشان اتجوز قبلها طبعا. على كده بقى لو مسكتوا حاجه في وشي هتعنسي. احنا قاعدين جنبك اهو يا اخويا، عندكش عريس كده ولا كده؟ اما احنا علينا حاجات يا جدع. يا جدع الله العظيم مالكش حق. ومناسبة الجواز بقى، بيقول لك ايه، قروسي ركبة العروسة عشان تتجوزي بعدها وبسرعة، وقروسيها في ركبتها عشان تحصليها في جمعتها. طب بقول لك ايه، انت قرصتي ولا لسه؟ طب ده الاحراج ده. طيب انا قرصت كتير وما حصلش اي حاجة، تفتكر ليه؟ يا شيخة اكيد اللي اخترعت الكلام ده واحدة هتموت وتتجوز وهتلاقيك وخلاص. او جايز انا اللي فقرية. ممكن برضه. طب لو داخل مكان جديد اول مرة يقول لك ادخل برجلك اليمين، يعني على كده لو دخلت برجلها الشمال مكان هيولع.
يا ساتر يا رب. اللي بقول لك يا ريهام، قول يا اخويا. بما انك عماله تضحكي كتير وعماله تهزري، بيقول لك لو ضحكت كتير قولي خير اللهم اجعله خير، تفتكري ليه؟ عشان احنا شعب نموت في النكد زي عينينا، شبهك بالظبط. ماشي والله يا ريهام، احنا شعب عسل ما بيفوتش اي حاجه لما يحط التاتش بتاعه زيك بالظبط. ويا بقى لو واحده حامل يا اخويا اتوحمت على بومبار وما جالهاش، مش فاهمه يعني هيحصل ايه بتقولي ايه؟ ممبار. بومبار ازاي يعني؟ ممبار يا عم، بالميم. ما علينا، يعني اول واخر حلقه ليكي. طب ليه كده يا حود؟ يعني على كده الست دي لو ما كلتش ممبار الواد هيطلع له ممباريه في وشه. وكمان افهم من كده ان لو اتوحمت على سمك وما جالهاش الواد هيطلع له زعانف في مكان ودانه. ايوه ايانا ياما ده دلع يا عم الحاج والله. طب خش بقى على السبوع. عارف يلا. لما يتقالك بقى اسمع كلام ابوك، لا اسمعش كلام امك. تقوليش يعني هو كده هيعمل البلوصيه؟ هي كلها طموحات واماني. طب بقول لك ايه، انا زهقت منكم، تعالوا بقى سمعونا اغنيه كده ونطلع فاصل. زهقتي مننا؟ ماشي يلا بينا عشان خاطر الست ريهام اللي خانقانا. ده شغلانه متعبه صحيح. ده ايه نسمع اغنيه ماهر زين. يلا بينا. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، أنت وأنا. ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، اصل فيك منهم حاجات، وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين، ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا، يعني انا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، أنت وأنا. مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو، كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو، طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا، كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا، لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا.
ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي بقى جه ميعاد طب ايه بقى؟ انا بقول انا هقوم امشي لحد ما تلم عفاريتك وتمشي يا عم بنتي الحاج. استني بس استني. بيقولوا لك ايه بقى؟ استر يا رب. قول. بيقولوا لك ما تجنيش في الحمام علشان ما يلبسكيش عفريت، وبما ان صوتك روعة طبعا سامحني يا رب، هو مش هيلبسك وبس، ده كمان ممكن ينتقم منك. ليه يا اخويا؟ انا عملت له حاجه ولا جيت اسأليه وانا مالي. طب عارفه بقى لما يقولك بلاش تقص ضوافرك بالليل علشان نفس العفريت ما يزعلش منك؟ عفاريت مين يا جدعان؟ هو في حد بيخاف من العفاريت هنا ولا ايه؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم يا رب. وبيقول لك برضه ما تنفضيش وما تكنسيش الشقه بالليل. يا شيخة مصلحة ليكي، على الأقل ترتاحي شوية. او النبي يا اخويا حاسس بيا. ولا بقى الجريب في لما حد يقولك ما تضربيش كلب ديله مقطوع علشان هيلبسك عفريت برضه. انت ليه اصلا تضرب كلب بديل ولا من غير؟ ده انت غريب قوي. ايه ده؟ الرفق كده بالحيوان. نعم. ايه موضوع القطه السوداء بقى والغراب دول؟ ده بيقولوا لك رمز التشاؤم. ده بجد بجد. يا ساتر يا رب يا جدعان، دي كلها مخلوقات ربنا. طب انت بقى عارفه بقى الكرزه الزرقاء وخمسه وخميسه والعروسه الورق اللي امي بتولعها وتحرقني بيها، قصدي بتبخرني بيها؟ ايه ده؟ دي شكلها خايفه عليك، ده تتحسي دي حوته. طب يا رب العفريت يلبسك يا ريهان. احنا اسفين يا صلاح. نخش بقى على ابو رجل مسلوخه، امنا الجوله اللي بيخوفونا بيهم واحنا صغيرين. انا خاف. انت بتهزر ولا ايه؟ انا كنت بموت من الرعب. يلا. انا عارفه انت مخنوق مني طول الحلقه والله. بس بص مش عارف اقول لك ايه. انا خفت. انا مستحملك. نختم الحلقه والنبي. يلا انا والله مستحملك عشان خاطر المستمعين بس. معلش. وبعد الكلام الغريب ده والعفاريت اللي حاسس انها معانا هنا في الاستوديو، بكده يكون وقتنا خلص النهارده، ويا رب يكون موضوعنا كان دمه خفيف وتكون حلقتنا عجبتكم، ونتقابل الحلقه الجايه ان شاء الله. استنوني عشان انتوا هتوحشوني لحد الحلقه انت اصلا مش هتيجي الحلقه الجايه. هاجي يا عم، الناس هي اللي عايزانا اهو. سيبكم منها خالص. كانوا معاكم محمود صدام وريهام جوده في برنامج كولكشن مصري، وسلام عليكم. يلا باي. جرب تشوف نتاجها نعمة ربك مديها لك فرصة ومدفوع حسابها. زي ما في الحزن دمعة في الفرح دمعة، بس الضحكة أحلى. اضحك يمكن تدوم، اضحك في وش الناس من غير ما تكش. ده عمر الضحكة أحلى، عمر الشمس ما بتغيبش. مشروع اضحك في وش الناس بكل إحساس. أكيد في وش رسمتها على الوشوش، تخلي الوش بشوش مش مغشوش مش مفروش. في وش متكون من السوس، دمعتها على الخد زي ندى الورد. البحر تملى فرد من زمن بمرور ملموس. تتشاور روس لما نكتة تتقال قدامهم، مش هممهم من اللي قال مهم نحكي جمعهم. مفيش ما بينهم عامل مشترك لا غير ان النكتة بالتحكم خالية من المعاناة. فده سر السعادة في استئصالك للكآبة، تكون في طبق هاني وبتدي حق الغلابة. اهلا بكم يا سادة، ارجو انتباه الحضور. لقد قدمت من اورانوس عن طريق خرم الأذون. مش بتنفس اكسجين، انا بتنفس اكسيد كربون. واللي مطلوب تكون فاعل ما تكونش تكون انت المفعول. فانت لما تضحك بتكسب مش بتخسر، اسمع مني والمعلومة لك يا زبون. ضحكة عملة نادرة، جرب تشوف نتاجها نعمة ربك مديها لك فرصة ومدفوع حسابها. زي ما في الحزن دمعة في الفرح دمعة، بس الضحكة أحلى. اضحك يمكن تدوم، اضحك في وش الناس من غير ما تكش. ده عمر الضحكة أحلى، عمر الشمس ما بتغيبش. مشروع اضحك في وش الناس بكل إحساس. أكيد يقول يا عم اضحك والنبي قول لي خدت ايه من الزعل. ضحكة بسيطة في أي وقت ممكن تديك أمل إن بكرة أحسن. طول ما المزاج مظبوط ترضي ربك ارضي أهلك وأنت تنام مبسوط. ده الضحكة بتطلع تلقائية في السلام تملي على وش بياع غلبان وهو بيقول لك خلي. على وش ست عجوزة ما تعرفهاش بس بتدعي لك. على وش الحاج الوالد لما تغلط ويعدي لك. على وش السواق تاكسي عمال عليك بيقلش. على وش صاحبك اللي ياما زعلته ومش بيقفش. على وش حبيبتك لما تشوفها تشوف سعادة في عينها. على وشك انت وانت ماشي ماسك ايدها. اوعى تخاف من الابتسامة
ياما اوعى تكون جبان، ما تبصش على نص الكوبايه الفاضي، بص على المليان. هتلاقي اسباب ونعم من ربك هتخليك سعيد، ما تكونش عنيد هتلاقي كل يوم في حياتك عيد. ضحكة عملة نادرة جرب تشوف نتاجها، نعمة ربك مديها لك، فرصة ومدفوع حسابها. زي ما في الحزن دمعة في الفرح دمعة، بس الضحكة أحلى. اضحك يمكن تدوم، اضحك في وش الناس من غير ما تكش، ده عمر الضحكة أحلى. عمر الشمس ما بتغيبش، مشروع اضحك في وش الناس بكل إحساس. ما بعرفش اكشر في وش الناس وبحب اهزر ولو محتاس، ما هو الضحك يطول عمري ينور وشي خليه نشيط زي الربيع بالورود اللي فيه. هضحك لو نازل كده متاخر لسه ببدا يومي، ولقيت سواق التاكسي عدى بميه جت هدومي، وبكل ذوق يقول لي لا مؤاخذة يا ابني ما كانش قصدي. هبص في وشه واضحك، جرب تضحك في كل وقت تفرح مهما كانت ايه مشكلتك. افرح انك انت لسه عايش، فيك الروح على الارض دايس، بكره جاي برضه جايز، جايب شيء ضئيل صغير اكتر من اللي كنت عايز. ضحكة عملة نادرة ربك مديها لك،